بتفتح تطبيقات السوشيال ميديا عشان تهرب من ضغوطات اليوم، مشاكل ومسؤوليات وتعب وإرهاق. عايز تفصل دماغك شوية أو ترفه عن نفسك. الهروب من الواقع ساعات بيبقى مطلوب وصحي، بس المشكلة هنا لو لقيت اللي بتهرب ليه هو نفسه اللي كنت بتحاول تهرب منه. في إحصائيات بتقول إنه متوسط عدد الساعات اللي بتقضيها على مواقع السوشيال ميديا، الفيسبوك واليوتيوب والإنستجرام وتويتر وتيك توك، ما يقلش عن 2.5 ساعة يوميا. وعدد اللي بيستخدموا المواقع دي 5 مليار مستخدم في العالم دلوقتي. السؤال هنا، هل الوقت اللي بتقضيه على السوشيال ميديا بتحس انه بيضيف لك حاجة، بيسليك، بيريح دماغك، ولا بقى سبب جديد للضغط النفسي والذهني والقلق؟ لو لقيت نفسك دخلت في دوامة جديدة سحبت وقتك ونفسيتك في كمية الأخبار السلبية والحوادث والمحتوى المستفز والمقارنات بين حالك وحال غيرك والمشاهير والإنفلونسرز والمحتوى اللي بيلومك ويقطمك على حالك وحال البلد ويقولك اشتغل 16 ساعة في اليوم، يبقى لازم تاخد بالك وتستخدم المواقع دي بوعي عشان ما تقعش في فخ ان هي تأثر على نفسيتك وتركيزك ووقتك. هتحكم فيها بدل ما هي اللي تتحكم فيك وفي تركيزك وفي وقتك ونفسيتك. النظام اللي بتستخدمه مواقع السوشيال ميديا زي فيسبوك ويوتيوب عشان تشدك وتخليك تقضي أطول وقت ممكن عليها هو نظام اسمه نظام خوارزميات تعلم الآلة. يعني ايه خوارزميات؟ الخوارزميات دي هي العقل اللي بتفكر بيه المواقع. من أول ما تفتح التطبيق بيبتدي يجمع بيانات استخدامك والمحتوى اللي بتحب تتابعه والفيديوهات اللي عجبتك وعملت لها لايك ومدة المشاهدة والوقت اللي بتقضيه على التطبيق كل يوم والمواضيع اللي بتهمك، ويبتدي يحلل البيانات دي كلها ويخزنها بحيث يبقى راسم صورة لشخصيتك واهتماماتك واختياراتك والحاجات اللي بتشد انتباهك على طول، فبيعرض لك ويرشح لك المحتوى اللي انت بتحبه. الأكتر من كده إن بالذكاء الاصطناعي اللي موجود دلوقتي بقى يقدر يتوقع ردود فعلك على المواضيع الجديدة اللي انت مشوفتهاش قبل كده. من تحليله لشخصيتك بيتوقع إذا كان الموضوع ده هيشدك ولا لأ، والمحتوى ده هتتأثر بيه ولا لأ، حتى لو الموضوع ده انت ما فكرتش فيه قبل كده وأول مرة يظهر لك. ده اللي نعرفه عن الخوارزميات لحد دلوقتي، وده اللي قاله مطورين ومهندسين شغالين في المجال ده في وثائق اسمه سوشيال ديليما. وده نظام طبيعي ومقبول مفهوش مشاكل. بس السؤال هنا، هل الخوارزميات دي ذكاء اصطناعي بس ولا تحكم بشري من اللي شغالين في الشركات دي وأصحاب الشركات دي؟ لما تبص على الطريقة اللي بتشتغل بيها المنصات دي أو نموذج العمل بتاعهم، تلاقي المنصات دي مجانية، تقدر تستخدمها مجاني من غير ما تدفع اشتراك. فالمنصات دي بتكسب من الإعلانات، عشان كده بيسميك مستخدم مش عميل، لأن مش انت اللي بتدفع له. بس دايرة الأعمال اللي الشركات دي زي فيسبوك مثلا بتكسب منها بتبدأ مننا احنا المستخدم. المنصات دي بتجمع بيانات المستخدم واهتماماته بهدف انها تخليك تفضل اطول وقت ممكن فاتح التطبيق ده، عشان تعرض لك الاعلانات اللي المعلن بيدفع للشركة دي فلوس عشان الاعلانات دي توصل لك. وصانع المحتوى اللي بينشر محتوى على المنصة عشان يجيب مشاهدات وزيارات للموقع فالاعلانات تزيد. ولما الشركة دي بتكبر في مستثمرين بيشتروا أسهم من الشركات دي فبيمولوها ويتشاركوا في الأرباح. والحكومات دورها هنا إنها بتضمن حق كل طرف في النظام ده وتتدخل لو حصل مخالفة لسياسة الخصوصية أو حماية بيانات المستخدمين، أو تحظر التطبيق كله في الدولة لو رفض يعدل السياسة أو المحتوى اللي حكومة الدولة دي شايفاه مخالف لقوانينها. بس منصات السوشيال ميديا ليها نظام مستقل، هي اللي بتحط شروط وسياسة الاستخدام بتاعتها بنفسها. بس السؤال هنا بقى، مين في ال5 دول اللي كلمته بتمشي؟ مين فيهم اللي بيتحكم في الخوارزميات ويحط شروط للمحتوى اللي يتنشر واللي يتمنع؟ بعد 7 أكتوبر في غزة على طول بقى أي بوست أو فيديو على الفيسبوك بيدعم القضية بيتمسح وبياخد حظر أو بيتعمل له تقييد محتوى عشان ما يظهرش لحد بطريقة فيها تحيز لطرف واحد اللي احنا عارفينه. بس الغريب هنا ان رد فعل الفيسبوك وباقي المنصات بعد 7 أكتوبر على طول كان سريع. اتعدلت خوارزميات الفيسبوك انها تمسح اي بوست يدعم القضية فورا، عكس اللي حصل قبل كده في بورما لما كان في إبادة جماعية بتحصل ضد مسلمين الروهينجا. كان جيش بورما بينشر إشاعات وتحريض على إبادة المسلمين، والفيسبوك كان سايب البوستات ما مسحهاش
ولا عمل حظر للحسابات اللي بتنشرها من 2013 لحد 2018، لحد ما اعترف فيسبوك في 2018 ان ده كان تقصير منه لما ما منعش خطاب الكراهية ضد مسلمين الروهينجا، وساعتها مسح 400 صفحة وحساب تبع الجيش البرمي، ووعد انه يحسن ويحدث الخوارزميات وسياسة الاستخدام عشان يمنع نشر خطاب العنف والكراهية بعد كده. بس الكلام ده جه متأخر بعد ما الإبادة الجماعية حصلت، واترفع قضايا لسه شغالة لغاية دلوقتي ضد فيسبوك في 2021 بتطالب بتعويض 150 مليون دولار عن تقصير فيسبوك في منع التحريض على الإبادة الجماعية اللي حصلت. وبرضه في انتخابات أمريكا 2016 بعدها في 2018 اكتشفوا ان في وكالة روسية اسمها وكالة أبحاث الإنترنت متمولة من الحكومة الروسية، عملت حسابات مزيفة على فيسبوك وعلى تويتر وعلى يوتيوب، نشرت إشاعات وهجوم ضد المرشحة للرئاسة هيلاري كلينتون ساعتها، والحملة دي وصلت ل 126 مليون مواطن أمريكي عشان ترامب يفوز بانتخابات الرئاسة. وبرضه فيسبوك اعتذر بشكل رسمي واعترف بالتقصير في حماية البيانات ووعد انه يطور الخوارزميات. اشمعنى بقى 7 اكتوبر وفلسطين اللي الخوارزميات اشتغلت فيها كويس وبسرعة؟ حاجة من الاتنين، يا اما طوروا وحسنوا الخوارزميات والتقنيات زي ما قالوا، يا اما المعلن والمستثمر هو اللي بيتحكم في الخوارزميات، هو اللي بيتحكم في المحتوى حتى لو المحتوى ده ضد المستخدم او ضد حقوق الانسان. في مرة سألت نفسك ليه المحتوى الوحش او المستفز بينتشر اكتر من المحتوى المفيد اللي معمول كويس؟ او ليه بنتفرج على محتوى مش عاجبنا وبننتقده، او نتفرج على رياكت بينتقد المحتوى اللي مش عاجبنا ده، مع ان وقتك ملكك وممكن تشوف اللي يعجبك بس؟ مقاطع الريلز على انستجرام والشورتس بتاعت فيسبوك ويوتيوب وفيديوهات التيك توك بتمشي بنظام اسمه السكرول اللانهائي. الفيديو القصير اللي من 15 ثانية لدقيقة ونص بتسحب بصبعك لفوق يظهر لك غيره. صفحة السكرول او التمرير دي ما بتوصلش لنهايتها، لان كل ما بتسحب الخوارزميات بتحمل لك فيديوهات تانية جديدة، فممكن اول كام فيديو ما يعجبكش بس بتفضل تسكرول وتسحب لفوق دقيقة في دقيقة، لانك متوقع انك هتلاقي في وسطهم فيديو يعجبك من اهتماماتك والحاجات اللي انت بتحبها. دي طريقة نفسية اسمها التعزيز المتقطع، زي ما تكون بتلعب طاولة فبترمي الزهر كذا مرة عشان متوقع انك هتكسب في مرة، فده بيخليك تجرب اكتر من مرة وتقضي وقت اطول. مدة الفيديو القصيرة دقيقة او دقيقة ونص بتدي الواحد متعة في وقت قصير، فالدوبامين اللي المخ بيفرزه لما بتعمل حاجة بتحبها بيلاقي مكافأة فورية في دقيقة. دي طريقة نفسية اسمها الإشباع الفوري، بتلاقي المتعة او التسلية في دقيقة، فده بيخليك مش بتلاقيها في حاجات تانية غيرها. مش بتلاقيها مثلا لما تقرأ كتاب او تشوف فيلم او تشوف فيديو كامل او تاخد خطوة في هدف المكسب منه هيظهر بعدين، هيظهر بعد وقت. فده اللي بيخلينا نقضي اطول وقت ممكن على المنصات دي في المحتوى اللي بيعجبنا، والمحتوى اللي مش بيعجبنا برضو بيجي في السكة. ده على المدى الطويل بعد فترة بيأثر على التركيز على حاجة واحدة. في دراسة عملتها دكتورة علم نفس اسمها جلوريا مارك، قالت ان معدل التركيز على الشاشة قل المتوسط 47 ثانية، وده بيسبب صعوبة في التركيز وسرعة الملل، وانك ممكن تحس انك متضايق مش عارف ليه بسبب انك شفت في الريلز والشورتس تشتيت كتير، فيديو حادثة على فيديو فرح على خبر اسعار على حديث على مشهد من فيلم على ميمز على رقص. اللخبطة والحاجات دي كلها ملهاش علاقة ببعض ومش بنشوفها في الواقع ومش طبيعية. المحتوى الوحش او المستفز بينتشر اكتر لان التفاعل عليه بيبقى اكتر. لما بتشوف محتوى سيء او مستفز التعليقات عليه بتبقى اكتر، لان المشاعر السلبية زي الغضب والاحباط والخوف بتبقى عايز تعبر عنها عشان تنفسها فبتحركك اكتر. لكن المحتوى الكويس المفيد انت بتبقى متوقعه عشان انت دافع اشتراك النت اصلا عشان تستفيد منه في الاساس. فللأسف عشان كده ممكن ما تتفاعلش مع المحتوى الكويس او ما تعلقش على المحتوى الكويس اكتر. عشان كده ربنا بيقولك قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الحق واحد والباطل متعدد وليه كذا شكل. عشان كده في دراسة عملها معهد دراسات أمريكي لقى الإشاعات والأخبار الكذب على تويتر
بتنتشر أكتر 6 مرات من الأخبار الحقيقية. الإشاعات والأخبار الكذب كتيرة وسهلة تتكتب، مع سرعة الفيديوهات القصيرة والسكرول كل دقيقة مش بنراجع ورا المعلومة أو ما بناخدش وقت ندقق. خلاصة الموضوع والحل في حكمة قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 1400 سنة قبل ما تظهر الاختراعات دي كلها. قال: أميت الباطل بعدم ذكره. الحاجة اللي تشوفها مش كويسة ما تنشرهاش ولا تتفاعل معاها ولا تعلق عليها ولا تتفرج عليها أصلا، لأن العمر مرة واحدة والوقت ما بيرجعش، فربنا هيحاسبنا عليه. لو عجبك الفيديو متنساش تحط لايك وسبسكرايب وتقولي رأيك في التعليقات.